بحضراتكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وإحنا من قلب القاهرة في الجزء الحواري هنتكلم عن موضوع يعتبر موضوع الساعة: الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل. بكل تأكيد القضاء على الانبعاثات الكربونية هدف مصر الشاغل وهو المحور الرئيسي في جلسات مؤتمر المناخ الذي عقد الشهر الحالي في مصر. الاتجاه إلى صناعة الهيدروجين الأخضر من خلال محطات الطاقة المتجددة لتعود بالإيجاب على البيئة وعلى العالم أجمع. الحقيقة معنا في هذا الحوار الدكتورة وئام وحيد، أستاذ مساعد العلوم البيئية بكلية العلوم جامعة عين شمس. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور. أهلا بيك دكتورة وئام. يمكن زي ما قلت في البداية، حديث الساعة هو الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، ومؤتمر المناخ وما حدث في هذا المؤتمر والنجاح يعني المذهل الذي تم فيه لتناوله الحقيقة قضايا مهمة جدا. خلينا نتكلم الأول عن الهيدروجين الأخضر. يعني إيه الهيدروجين الأخضر؟ كيف يتم الحصول عليه؟ تمام. زي ما حضرتك تفضلتي كده ان احنا في مؤتمر المناخ كان في يوم كامل موجود مخصص في الجدول في الجدول بتاع البرنامج بتاع مؤتمر كوب 27 على الطاقة. تمام. وسبل إيجاد وسائل جديدة لاستخراج الطاقة واستخراج الوقود بطرق نظيفة غير ملوثة للبيئة. فيعني ايه غير ملوثة للبيئة؟ غير ملوثة للبيئة يعني ما بتعملش انبعاثات كربونية. طيب ليه؟ زمان او يعني الى الان، الى فتره قريبه يعني وان شاء الله الى الان وان شاء الله يعني هتخلص من الموضوع ده تدريجيا باذن الله. يعني الناس بتلجا انها تعمل ايه؟ تطلع الطاقه من الوقود الاحفوري. تمام. اللي هو الوقود الاحفوري زي الفحم وزي البترول، بيحرقوه. لما بيحرقوه بيطلعوا غاز الهيدروجين. الهيدروجين دوت هو بالنسبه لنا يعتبر الطاقه بتاعتنا او الوقود اللي بيستخدم كالوقود. اوكي تمام. طيب هو لما بيحرقوا البترول او بيحرقوا المواد البتروكيميائيه، بيطلع مع الهيدروجين بيطلع كربون. الكربون دوت لما بيطلع في الغلاف الجوي هو بيديني كربون دايوكسيد، فانا كده عملت زودت انبعاثات الكربونيه. احنا مش عاوزين ده، احنا عاوزين نقلله. تمام. طيب الهيدروجين موجود فين؟ موجود في الهواء، موجود في كل حته، يعني هو موجود كتير جدا. تمام. موجود في الميه، موجود في الميه في الجزيء اللي هو المركب بتاعه H2O. تمام. الطاقه الجديده ان احنا او الفكر الجديد ان احنا نعمل ايه اللي هو الطاقه النظيفه، ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نستخدم الطاقه المتجدده اللي موجوده عندنا، زي مثلا الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح، طاقه الوقود الحيوي، ان احنا نولد منها طاقه كهربائيه تبدا تفصل لي الهيدروجين عن الاكسجين. جميل. تمام. وفي الحاله دي وانس ان انا فصلت الهيدروجين عن الاكسجين باستخدام ايه؟ باستخدام طاقه نظيفه. يعني انا دلوقتي لما عملت مثلا محطات طاقه شمسيه، ومحطات الطاقه الشمسيه دي من الطاقه بتاعتها انا ولدت طاقه كهربائيه. الطاقه الكهربائيه كسرت لي الرابطه اللي ما بين الهيدروجين وبين الاكسجين. بقى معايا الهيدروجين، ابدا امسك استخدم الهيدروجين دوت واشغله في الوقود في كل الانشطه الموجوده عندنا، كل مجالات الحياه. بالظبط كده اهوت. طيب اكيد ان مصر عندها امكانيات لتصنيع الهيدروجين الاخضر من خلال محطات الطاقه المتجدده. كلميني عن الامكانيات في مصر لانتاج مثل هذه الطاقه. زي ما قلت لحضرتك، هو انا عشان انتج الهيدروجين انا محتاجه اولد طاقه، لان بصي هي الرابطه ما بين الهيدروجين والاكسجين قويه جدا. فعشان اكسرها انا محتاجه طاقه عاليه جدا جدا، ومحتاجه امكانيات. بالظبط. تمام. طبعا الحراره العاليه او الطاقه العاليه دي انا هجيبها منين؟ انا هجيبها من الطاقه اللي هي المتجدده، اللي هي عندي الشمس والرياح. تمام. والبيوماس او اللي هي الوقود الحيوي. انا الحمد لله رب العالمين احنا في البلد عندنا بنتمتع بالطاقه الشمسيه حلوه جدا. تمام. ونفس الكلام بالنسبه لطاقه الرياح. فمصدر الطاقه المتجدده موجود عندنا بوفره لدرجه ان احنا ممكن ننتج منه وبنصدر كمان. يفضل عندي العنصر بتاعي ان انا ابدا ان انا اكسر او اطلع الهيدروجين دوت. المعدات اللي بتستخدم بس في موضوع الصناعه بتاعه الانتاج الهيدروجين بتبقى مكلفه شويه، ولكن مصر في المؤتمر المناخ قدرت تحصل على استثمارات عاليه جدا واتفاقيات مع جميع الاطراف. تمام. لتمويل مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر. تمام. طيب خلينا نقول ان
تعديل مصر لاستراتيجيتها للطاقة 2035 بتشمل الوقود الأخضر، مظبوط؟ تمام. تمام. احنا عندنا بالنسبه للاستراتيجيه، هي الاستراتيجيه في الاول كانت بتتكلم على ان احنا بحلول 2035 هيكون عندنا ان شاء الله باذن الله نصيب الطاقه المتجدده في او انتاج الكهرباء من الطاقه المتجدده حوالي 42%. يعني احنا لما بنيجي ننتج دلوقتي كهرباء، بنطلع كهرباء 42% المفروض على 2030 نطلع كهرباء بنسبه 42% من الطاقه المتجدده، والباقي من الطاقه الطاقه العاديه، من الطاقه العاديه عندنا، من الطرق العاديه عندنا. تمام. الجديد اللي هم التحديثات اللي الموجوده في الاستراتيجيه وعنها وزير الكهرباء مؤخرا، ان شاء الله باذن الله قبل حتى 2035 هتكون النسبه بتاعه ال 42% دي هتكون زادت. تمام. غير ان هم شغالين على وضع استراتيجيه لانتاج الوقود او انتاج الهيدروجين الاخضر كمصدر للوقود. تمام. طيب يمكن لازم يكون في الناس مدركة ان اهمية القضاء على انبعاثات ثاني اكسيد الكربون هي امل النجاة اللي احنا نقدر نعيش بدون ملوثات، بدون كوارث في تغيير المناخ. ده حقيقي. في اتفاقية باريس في سنة 2015 نوفمبر 2015 الناس كلها اتفقت او دول الاطراف كلها اتفقت على ان بحلول 2030 المفروض ان احنا نحافظ على الدرجه ونص ان احنا ما نتعدهاش. تمام. وبالتالي العالم كله او في كوب 27 كل الدول كانت حريصه وبتتصارع على ان احنا نعمل كل السبل ما نتجاوزش على 2030 الرقم ده، درجه حراره الارض انها ما تعديش الواحد ونص. لان احنا لو عدينا الواحد ونص كده هنخش في منحنى سيء جدا طبعا. وممكن كوارث طبيعيه لا حصر لها اكتر من اللي احنا شايفينها دلوقتي. تمام. وبالتالي كان الطريق ان احنا نحاول نشوف الحلول ان احنا نقلل بيها للانبعاثات الكربونيه. لان هو احنا اذا حلينا وقللنا بالانبعاثات الكربونيه، يعني المفروض هي الاستراتيجيه بتقول على 2050 هنكون وصلنا للانبعاثات الصفريه. يعني ايه انبعاثات صفريه؟ يعني على لو انا بنتج ثاني اكسيد كربون يبقى انا اوريدي طلعت وعملت قصادها المشروعات اللي تستهلكه، يعني بيبقى في الاخر بنتج وبستهلك الاثنين مع بعض يبقى صفر، يبقى انا في الاخر ما بطلعش ما بزودش الانبعاثات الكربونيه الموجوده في الغلاف الجوي، وبالتالي هحافظ على استقرار درجه الحراره في الارض. تمام. يمكن كان مؤتمر المناخ كان بيؤكد على ضرورة الوعي لدى البشر، مش هنقول في مصر بس ولكن في العالم أجمع، أهمية الطاقة النظيفة وأهمية إن إحنا ما نحملش على الطبيعة أكتر من كده، لأن الطبيعة عندما تغضب لا تتفهم إطلاقا، ويكون يعني رد فعلها بيكون عنيف قوي. يمكن من التوصيات اللي خرجت ان احنا لازم يكون عندنا احنا شخصيا وعي بده، اهمية هذا الوعي فعلا زي ما حضرتك اشرتي هو بيبدأ كمان من الفرد. يعني احنا كمجتمع احنا علشان خاطر ان احنا نحافظ على الكوكب بتاعنا ونوصل في الاخر للانبعاثات الصفرية ونحافظ على الدرجة ونص، الحكومة لوحدها مش هتنفع، الاستثمار لوحده مش هينفع، كلنا كأفراد لينا دور. حتى لو دور صغير بس هو احنا لينا دور الفرد مش صغير على فكرة، لا هو مؤثر جدا. حضرتك ممكن تتخيلي ان انت مثلا من نوع الاكل اللي حضرتك بتاكليه تمام ممكن يكون في ده يأثر على البصمة الكربونية بتاعت حضرتك. السلوكيات اليومية اللي احنا بنعملها اللي هي بدون ما نشعر، لو بشوية وعي قدرنا نعرف كل واحد فينا سلوكياته اللي بيعملها في اليوم. ايه يا دكتور مثلا؟ يعني هقول لحضرتك مثلا لو اخدنا في الغذاء في التغذية بتاعتنا في مجموعات من الاكل لو حضرتك اكلتيها تمام نسبة ثاني اكسيد الكربون اللي طالعة من حضرتك تمام بتكون اقل شوية، وبالتالي فاحنا نفضل ان احنا ناكلها. يعني مثلا اللحوم دي كلها مجموعات اللحوم دي كلها البصمه الكربونيه بتاعتها عاليه غير الخضروات. حتى كان في مجموعه من الشباب كانوا واقفين في الكوب كانوا حتى لابسين زي ارانب ويقول لك ما تاكلنيش ولابسين جزره ولابسين اللي هو ايه تاكلني اللي هو معناه ايه بيشجعوا على
توجه الى ان هو يبقى او بيفهموا بطريقه لطيفه، لطيفه وبسيطه، تقدر إن أنت توصل ممكن للمواطن العادي. لو اتجهت ان انت تاكل الاكل اللي هو الخضروات والكلام دوت، ده هيبقى صديق للبيئه، لان انت هتحافظ على ان انت البصمه الكربونيه بتاعتك هتقل. غير كده حضرتك مثلا الرياضه والمشي، يعني مثلا احنا لو مثلا رايحين مشوار، لو انا اعرف ان في الاريا بتاعتي، او رايحين مثلا الشغل، لو انا عارفه ان في المنطقه بتاعتي في كذا حد معايا رايحين نفس المكان، وناخد وسيله واحده، ناخد وسيله واحده، فده برضو بيقلل البصمه الكربونيه. اسلوب الشراء، ثقافه الشراء. تمام. ان احنا نشجع المنتج المحلي غير المنتج المستورد. ده على فكره من شأنه ان هو يقلل البصمه الكربونيه، مش بس بيحسن من اقتصاد البلد، لا ده كمان بيقلل من البصمه الكربونيه. بمعنى انا هقول لحضرتك، انا دلوقتي هو البصمه الكربونيه بتبدا من ايه؟ بتبدا من حضرتك من المصنع اللي هيصنع الحاجه. تمام. وبعدين لو هتشتريها من بره، انت هتشتريها، فانت هترجع، لو هي مثلا هتيجي بطياره ولا هتيجي بسفينه، كل ده عم يجيلك انبعاثات. لكن لو حضرتك عملتيها جوه بلدك، قللتي تكلفه الانبعاثات الكربونيه اللي طالعه من طريقه النقل. لانها في النهايه بتبقى في سطح فمنها انت بتحافظي على البيئه، ومنها انت بتشجعي منتج بلدك. تمام. ايه هي استخدامات الهيدروجين الاخضر؟ كل حاجه داخله فيها الغاز هياها ممكن يخش مكان الهيدروجين الاخضر. حضرتك شوفي في المنزل الغاز بيعمل ايه؟ هيخش مكان الهيدروجين الاخضر. في العربيات الغاز هو اللي بيحرك العربيه، هو هيخش مكان الهيدروجين الاخضر. في الافران، في الصناعات، كل حاجه فيها غاز هيحل محلها. ده ملوش اي اضرار نهائيا، ولا ليه اي انبعاثات، ولا ليه اي مشاكل؟ حلو السؤال ده. كان في كام مقاله كده كانوا بيتكلموا على ان الهيدروجين هو ممكن لو ما في شويه بريكوشنز، سلامه وصحه مهنيه، تمام، ما تمش الاخذ في الاعتبار منها، ممكن تساعد بطريقه غير مباشره على زياده الاحترار الاحتباس الحراري، زياده الاحترار. احنا المره دي مش هنزود الكربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون، لا هو هيزود غازات اخرى. بصي، هو الفكره في ايه؟ الغازات اللي هي الدفيئه اللي هي مسؤوله عن الاحتباس الحراري جوه على سطح الكره الارضيه، هي مش بس ثاني اكسيد الكربون، هي ثاني اكسيد الكربون والميثان والنيتروجين دايوكسيد، ومعاها الووتر فيبر وحاجات تانية. اوكي. لو حصل ان التنكات اللي فيها بتخزن الهيدروجين حصل فيها تسريب من الهيدروجين، تمام، فدي ممكن تتحد مع الاكسجين تاني بطريقه ما، او توصل هم ليها كانوا حاسبينها بطريقه معينه، ممكن انها ترجع تزود تاني نسبه الغازات اللي هي الدفيئه، بس مش هتزود الكربون دايوكسيد، مش هتزود ثاني اكسيد الكربون، هتزود الغازات الاخرى اللي من شأنها برضو ارتفاع درجه حراره الارض. طيب احنا لابد التعامل بحرص وبحذر. بالظبط. ايه اللي المفروض ان احنا نكون متعلمينه علشان نحافظ على ده؟ التكنولوجيا الاول. اهم حاجه ان احنا نعرف طريقه الفصل بتاعت الهيدروجين، النوع. لا انا بتكلم المواطن العادي، ايه الاحتياطات اللي المفروض ان هو يبقى عارفها؟ ايه المعلومات اللي هو يكون المفروض عارفها؟ ايه الحاجات اللي هو يتجنبها لو هنبدأ نتعامل مع هذه الطاقة؟ هي بالنسبة للهيدروجين الأخضر والتسريبات أو المشاكل منها مش هتخش جوه، يعني مش هتبقى المشكلة جوه المنازل قد المشكلة في التخزين بتاع التنكات الكبيرة والصناعة اللي بره، والتعامل ان يكون اللي بيتعاملوا في الموضوع دوت كفاءة عالية، يعني قوة عاملة متدربة كويس جدا وعندها النو هاو والتكنولوجي والأجهزة والحاجات اللي بنشتغلين فيها تبقى عالية جدا وكويسة جدا. تمام. لكن بالنسبه لي لو هنشتغلها جوه المنازل والكلام دوت، لا هي القلق فيها مش كبير. مش كبير. يعني عايزه اقول لحضرتك ان توطين صناعه الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء اكيد هتخلق فرص عمل، أكيد. واكيد هيكون هذه في الاستدامه الاقتصاديه. توطين هذه الصناعه هتكون ازاي؟ خليني اقول لك ان احنا في الحمد لله نتيجه كوب 27
كم الاستثمارات اللي اتعملت في مجال الطاقه المتجدده ومجال انتاج الهيدروجين الاخضر كانت عاليه جدا. يعني احنا بنتكلم مثلا، فاحنا عندنا في انتاج الهيدروجين الاخضر في 85 مليار دولار مرصودين للانتاج الهيدروجين الاخضر، وفي 34 مليار دولار مرصودين للطاقه المتجدده. كل واحده من كل دولار بيتصرف دلوقتي في البلد على مجال الطاقه المتجدده او مجال الانتاج الهيدروجين الاخضر من شأنه توفير 5 فرص عمل. بلس ان احنا بالاستثمارات ديت احنا مصر اتحولت لانها تبقى هب او مركز عالمي لتصدير الطاقه والهيدروجين الاخضر لدول غرب اوروبا كلها بالكامل. مش بس مصر بتصدر، حتى على مستوى افريقيا كل الدول الافريقيه اللي في الجنوب علشان خاطر توصل للشمال اوروبا هي هتعدي على مصر. وعشان تعدي على مصر فهي هتدفع رسوم للموضوع دوت. فالاستثمارات الكبيره جدا اللي داخله في المجال دوت هتخلق فرص عمل حلوه جدا 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 للشباب. عايز اقول لك الفرص العمل مباشره وغير مباشره. يعني مباشره لو انت بتشتغلي دايركت في المجال نفسه، وغير مباشره في النقل بتاع الموضوع، في اللوجستيات اللي حضرتك هتوفريها، في التخزين بالظبط في الاماكن دوت، حتى ايفن في التدريب وفي التعليم وفي المصانع وفي الكافيهات وفي كل حاجه. يعني كل الانشطه الغير مباشره المرتبطه باستخدام، لو انت في تطبيقات بقى استخدام الهيدروجين الاخضر. اذا فرص العمل هتكون اكتر كتير. يعني هيكون طيب ازاي؟ على الاقل على فكره احنا بنتكلم على الاقل في حوالي 100,000 فرصه عمل. ده مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تحقيق اهداف الاستدامه الاقتصاديه شايفاها ازاي؟ لما نوفر فرص عمل، يعني انا بلغي البطاله، يعني انا بزود، يعني بقى ما بقاش عندي فقر، فالشاب هيقدر يعرف يتجوز، لو في اي مشكله في اي حاجه في الصحه هيعرف يتعالج، هيعرف يدخل ولاده المدرسه، فهيبقى في عندي عداله اجتماعيه. ودي اهم حاجه، ان هي لو موجوده هيبقى في تنميه مستدامه اكيد في اي مجتمع. احنا يمكن التوصيات برضو اللي خرجنا بيها من مؤتمر المناخ، كيف يواجه العالم مخاطر التغيرات المناخية. ده كان مهم جدا ان احنا بنواجه هذه المخاطر. كيف نواجه بقى هذه المخاطر؟ الحلول ان احنا علشان خاطر نواجه خطر التغيرات المناخية، السياسات عندنا حلين. يا حاجه نعمل حاجه اسمها ميتيجيشن اللي هو التخفيف، يا اما نعمل حاجه اسمها ادابتيشن. تمام. التخفيف ان انا اشوف ايه هي السياسات والادوات اللي انا ممكن استخدمها كبلاد في دول متقدمه، بالذات اللي هي المصنعه او الملوثه والاكثر الانبعاثات، انها تقلل من الانبعاثات الكربونيه. اما بالنسبه للدول الناميه اللي هي تاثيرها في الانبعاثات الكربونيه مش كبير زي بالنسبه للدول اللي هي المتقدمه، فبنلجا ليها انها تشتغل في المجال اللي هو الادابتيشن او التكيف مع الاضرار اللي حصلت نتيجه بالفعل. بالظبط كده. هو غير كده وكده اهم حاجه برضو من الحاجات الحلوه اللي انضافت اللي اتعملت في كوب 27 ده يعتبر انجاز، ادراك بند التعويضات والخسائر على الضرر الواقع على الدول من التغيرات المناخيه. ده كان شيء رائع جدا، لان دلوقتي انا لو انا مجتمع وانا ما عملتش اي صناعه او ما ساهمتش في الانبعاثات الكربونيه بدرجه رهيبه، وعلى الرغم من كده انا اتضريت والارض بتاعتي باظت والمياه عندي جفت وفي ناس كتير ماتت والكلام، طب انا ذنبي ايه؟ يعني حتى لو انت اديتني دلوقتي فلوس عشان خاطر انا اعمل تكيف، اوكي، وابدا اعرف اعيش الفتره دي والفتره اللي جايه، طب مين هيعوضني على اللي فات؟ فادراك بند صندوق تعويضات الخسائر والاضرار عن ما سبق، انا شايفه ان ده نقطه قويه جدا وانجاز يحسب لمصر بصراحه. يعني في يمكن ناس لغايه دلوقتي مش مدركه يعني ايه تغيرات مناخيه، مش مدركه يعني ايه ان يبقى في جفاف ويبقى في تصحر وان يبقى في فيضانات ويبقى في سيول نتيجه سلوكياتنا. لغايه دلوقتي في ناس مش قادره تفهم ده. خليني اقول لك، هي الموضوع بسيط جدا جدا، هي كلها مرتبطه ببعض. ازاي؟ هو انا هشرحها لك من الاول خالص. تمام. هي الاحتباس الحراري او التغيرات المناخيه دي بتحصل ازاي؟ انت عندك اشعه الشمس بتطلع، او الشمس بتاعتي هي مصدر طاقه اصلا الموجوده على سطح الكره الارضيه. الشمس لو الحراره تنزل من الشمس على الارض، تمام، الارض بتسحب الحراره بتاعتها، اوكي، وبعدين بالليل بتبدا تخرج الحراره دي على الغلاف الجوي. مجموعه الغازات اللي موجوده في الغلاف الجوي
وظيفتها ان هي تعمل ايه؟ ان هي تاخد الحراره دي وترجع تردها تاني على الارض، علشان الارض تحتفظ بالحراره، ما تبقاش اللي هي لا بارده قوي، لا بارده قوي ولا سخنه قوي. بالظبط. طيب زياده الانشطه الصناعيه وزياده الانشطه اللي من شانها ان هي تزود الانبعاثات الكربونيه، هيحصل ايه؟ هيحصل ان الغلاف الجوي نسبه ثاني اكسيد الكربون اللي فيها هتبقى عاليه جدا، وبالتالي حراره الارض اللي احنا بنتكلم عليها اللي مش عايزينها تزيد درجه ونص على 2030، تمام؟ كل ما الحراره بتاعتي تبدا تطلع لفوق الاتموسفير او الغلاف الجوي عشان تخرج، مش هتعرف، هترجع تاني ترتد، فالحراره بتزيد، فبيتقال عليها الاحترار العالمي. تمام. طب ده من شأنه هيعمل ايه؟ هنتكلم الحراره دلوقتي لما تزيد قوي على سطح الكره الارضيه، عندك التلج اللي موجود في القطب الشمالي هيذوب. تمام. طب هو التلج ده لما لما هينصهر او هيسيح هيروح فين؟ هي هياخذ مدن معاه، هيروح على الميه، صح، على البحار والمحيطات. طب هي اصلا كمان الميه نفسها بالحراره بتتمدد. تمام. فتخيلي ده مع ده هيساعد على ارتفاع سطح البحر. طيب الدول الساحليه هتروح فين؟ ايه اللي هيحصل لها؟ هتغرق طبعا. طب هتختفي. بالظبط. ده من ناحيه. فلو ده خدنا الشق اللي هو بتاع الدول الساحليه، خلينا نخش في الدول اللي في النص اللي هي مثلا ما عندهاش ميه كتير. اوكي، الحراره شديده جدا هتجف الميه اللي موجوده، والارض نفسها هتتشقق وهتبوظ، الارض الزراعيه نفسها هتبوظ. تمام. والمياه والانهار هتجف. حتى التنوع البيولوجي الموجود والكائنات الموجوده مش هتستحمل وهتموت. في اماكن سمعنا فيها حصل حرائق ليه؟ من كتر الحراره الشديده الخشب والغابات بتاعتها اتحرقت. تمام. كل ده نتيجه انبعاثات الكربونيه اللي موجوده. فالتغيرات المناخيه، لا، هي التغيرات المناخيه يعني مؤثره في كل حاجه وهي مرتبطه ببعضها. لو كلنا بقى عندنا الوعي بتاع ان احنا لازم نحافظ على كوكب الارض، وان احنا نحاول نقلل ما نوصلش اكتر من درجه ونص، كل السيناريوهات السيئه دي اللي احنا كنا بنحكي عليها كلها هتتعدل، وكلها تبقى في صالح الكوكب وفي صالح بقاء الانسان. طيب خلينا نتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي اعاده تدوير المخلفات. ويمكن القضيه دي قضيه اعاده تدوير المخلفات واستهلاك واستخدامنا للمواد البلاستيكيه الضاره بالبيئه والكلام ده كله. ازاي نقدر احنا من خلال خطه نحاول ان احنا نعيد تدوير هذه المخلفات بما لا يضر بالبيئه؟ اشكرك جدا. وممكن الساده المشاهدين يسالوا هو ايه علاقه البلاستيك دلوقتي بالتغير المناخي؟ بالظبط. تمام. هو البلاستيك هو صناعه بتروكيمائيه، فهي لما انا باجي انتج البلاستيك، هو في ناتج البلاستيك بيطلع عندي انبعاثات كربونيه عاليه جدا. طيب مش بس كده، حضرتك بعد ما بتخلصي يعني مثلا هنتكلم على المنتجات اللي هي ذات الاستهلاك الواحد، ازايز الميه اللي هي اكياس البلاستيك، اكياس بلاستيك، الحاجات ديت. اوكي، حضرتك بتاخديها تستخدميها المره الواحده او فتره صغيره، في ناس الحقيقه بتستخدمها اكتر من مره، ويمكن زجاجه الميه بيعد ملئها مره اخرى. هو في حاجات ما ينفعش يتعمل فيها الكلام دوت لانها مش صحيه، وفي حاجات ينفع الكلام دوت. تمام. بس خلينا اكلمك على هنجنب الشق الصحي دلوقتي، لان الشق الصحي ده كبير جدا. لو اتكلمنا على الشق البيئي، تمام، دلوقتي حضرتك بترمي كل الحاجات ديت، يعني الحاجه اللي هتترمي معانا سواء بلاستيك اللي هو كيس البلاستيك ولا ازازه الميه ولا الكلام ده كله، هيروح في بعد كده فين معايا؟ هيروح في القمامه. القمامه دي هتروح فين؟ هتروح في الارض. تمام. الارض نفسها مع حركه الرياح والكلام ده فبتوصل البلاستيك ديت، المواد البلاستيكيه ديت، المخلفات البلاستيكيه على الانهار. والانهار منها من 11 نهر بتتبخر الميه لا، يعني حركه النهر بيروح موصلها على البحار والمحيطات. فتلاقي في عندنا قاره اتكونت او تجمع من البلاستيكات اتكون في المحيط اتسمى بالقاره البلاستيكيه. طيب تخيلي هو ده ضرره ايه على البيئه؟ قاتل جدا، لان البلاستيك نفسه لما بيخش مع حركه الامواج ومع حركه ومع الطاقه الشمسيه بيتكسر لجزيئات صغيره جدا اسمها مايكرو بلاستيك. المايكرو بلاستيك ديت على مدار السنوات بتراكمها جوه الجسم الانسان وجوه جسم الكائنات بيؤدي الى بعد شهر يعني اللي هو المواد المسرطنه. تمام. تمام.
يمكن إعادة تدوير المخلفات مرتبطة جدا 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 بسلوكياتنا ومرتبطة بوعينا. صح كده. ان ربة المنزل لابد ان هي تقلل من استخدام المواد البلاستيكية داخل المنزل. الشنط البلاستيك ديت برضو نقدر نقول ان هي اصبحت عادة في البيوت المصرية. ده حقيقي. هو بالنسبة عندنا في إدارة المخلفات احنا عندنا كذا طريقة. في عندنا اللي هو طريقة الحرق، وفي طريقة اللي هي إعادة التدوير. طبعا الحرق ده سيء جدا، لأن من ناتج الحرق بيزود غازات ثاني أكسيد الكربون أو الانبعاثات الكربونية، وفي نفس الوقت بيطلع معاه مواد سامة تانية أخرى. فالمهم ان احنا المجال التاني او الاستراتيجيه التانيه ان احنا نستخدم اعاده تدوير. اذا عرفنا ان كميه المواد البلاستيكيه الموجوده عندنا نقدر نعمل لها ريسايكلينج، اعاده تدوير، بحيث ان احنا نستخدمها في حاجات تانية وما تبقاش مخلف تترمي في البيئه وتتساب مع السنين من سنوات. لان هي مشكله البلاستيك ايه؟ مشكله البلاستيك ان هو علشان يبقى ديجرادبل يعني يتحلل بيقعد من حوالي 200 300 سنه علشان يتحلل. وخاصة في البحار. يعني قصة اني انا ارمي مخلفات بلاستيكية ده بيقضي على الثروة السمكية وبيقضي على جودة السمك نفسه. يمكن ده بيؤدي الى خسارة فادحة في الاقتصاد السمكي يعني او الثروة السمكية. ده كمان لان اصلا هي الكائنات كمان نفسها بتموت. يعني فناء السمك من صح. ده حقيقي. ده حقيقي. يعني احنا بنشوف حاجات يمكن اسماك داخل في الفم بتاعها قطع بلاستيكيه بتؤدي الى موتها. ويمكن صح. والسلاحف البحريه نفسها كمان، وده انقراض ان هي كمان هي حاجه من الاثنين، يا بتخش مثلا هي فاكراها اكل فبتروح تاكلها فللاسف شديد، يا اما هي بتخش بالصدفه او بالغلط باكسيدنت انها تخش فيها وتخنقها. حتى لو ما اكلتهاش فهي ممكن تخنقها. يعني خلينا نقول ان فعلا لابد من قضيه الوعي. دي قضيه مهمه جدا، دي نمره واحد. راي حضرتك ايه في التوصيات اللي خرج بها مؤتمر المناخ؟ ويعني اكيد في حاجات لو احنا التزمنا بيها وكل الدول التزمت بيها اكيد في النهايه هيؤدي ل رد فعل جيد او ايجابي. زي ما قلت لحضرتك، هو اهم انجاز احنا عملناه في كوب 27 واللي قعدنا لمده 30 سنه ما حدش عارف يعمله ومصر عرفت تعمله، ادراج بند الخسائر والتعويضات. فده لوحده يعني ده شابوه جدا لمصر على الموقف دوت. فده رقم واحد. رقم اتنين، نتيجة ما شاء الله الاستثمارات اللي مصر حصلت عليها نتيجة من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وخلافه، مصر هيبقى هي مش هيبقى هي إن شاء الله هي كانت ليها ريادة في الطاقة المتجددة، وبإذن الله هيكون ليها ريادة إن شاء الله في الهيدروجين الأخضر، وهنبقى مصدر العالم في كل حاجه باذن الله. ان شاء الله. دكتوره وئام وحيد، استاذ مساعد العلوم البيئيه بكليه العلوم جامعه عين شمس، سعدنا جدا بوجود حضرتك معنا النهارده. بشكرك جدا. اشكرك. ايضا بشكر كل مشاهدينا على حسن المتابعه. اسره يوم الاربعاء بتحيي حضراتكم اعزائي المشاهدين، الى اللقاء.